بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في شكل المؤشر كده؟ نطرح السؤال وكل واحد مثلا يفكر 5 ثواني في دماغه. تفتكر على المنظر ده احنا صاعدين ولا هابطين؟ تعرف الإجابة؟ صاعدين. طب ازاي؟ بص يا سيدي، المؤشر كان شغال قمة، قاع، قمة، قاع أكبر منها، قمة أقل من القمة، قاع أصغر من القمة. ايه اللي حصل؟ وده شيء شهير، بعد ما القاع ده بيتجاب بنخش في مرحلة تجميع سيولة. يعني ايه تجميع سيولة؟ نقعد ندور في قناة سعرية محددة. طب ده بيبقى الغرض منه ايه؟ تجميع سيولة. نفسر اكتر، ان مثلا الناس اللي بتستخدم الدعوم والمقاومات تشوف ان هنا منطقة دعم قوية وهنا منطقة مقاومة قوية، فيبدأوا يحطوا أوامر شراء من هنا، من الخط اللي تحت ده عند منطقة الدعم، وأوامر بيع من فوق من عند منطقة المقاومة. واضح؟ واضح. يعني أظن إن أي حد اتعلم دعم ومقاومة هيقول كده، ان انا بحط اوامر باي من هنا واوامر سيل من هنا، شراء وبيع. طيب اللي بيشتري من هنا بيبقى حاطط وقف الخسارة بتاعته فين؟ غالبا تحت الشمعة دي. اه، غالبا. لو هو قلبه ميت قوي تحت الشمعة دي مثلا. طب اللي بيبقى حاطط اوامر بيع من هنا، وقف الخسارة بتاعه فين؟ بيبقى عند اخر قمة اللي هي بتبقى هنا. طيب المفروض هو بيبقى منتظر ايه؟ يعني في، لو انت بتتبع الدعوم والمقاومات بيبقى عندك احتمالين: يا القناة السعرية دي هتتكسر لتحت فتستنى إعادة الاختبار فيتأكد بالنسبة لك البيع وتروح بايع، يا تتكسر لفوق فتستنى إعادة الاختبار وتشتري وتروح مع الاتجاه. الحيتان بقى بيعملوا إيه؟ يعني ده تفكيرك أنت كواحد بتاع دعم ومقاومة. الحيتان يعمل لك اختراق سعر لتحت. شفت الاختراق أهو؟ حلو أهو، حلو وجميل وواضح أهو. فتتأكد إن خلاص هنا هيتم البيع وتستنى إعادة الاختبار. أهو رسم نموذج، قعدنا الاختبار رجعنا لنفس المنطقة، يلا خد أوامر بيع، تلاقي السعر بيطلع بيك عادي. ليه؟ لأن كل ده بتحلل غلط. كل ده بحلل غلط؟ اه بحلل غلط. ليه يا حبيبي؟ لأن القاع اللي أنت منه تتأكد إن إحنا خلاص متجهين للبيع هو القاع ده. القاع اللي هنا ده، مش دول خالص، دول ملهمش علاقة، دول منطقة تجميع سيولة. فهنا الناس كانت حاطة أوامر شراء، اتفعلت أوامر الشراء، وفي الهبوط ده اتفعل الستوب لوس اللي هو في الخسارة. طب لما نطلع لهنا ونلاقي الناس قالت خلاص بقى انا اتعلمت من الدرس والسعر هبط اهو، انا هحط من هنا اوامر بيع، فيطلع السعر تاني ويلاقي في اوامر بيع يخبطها ويروح جاي واخد بيها ستوب لوس وطالع، لان اتجاه السعر الحقيقي فين؟ بقى لتكوين قمم جديده مش قيعان جديده. يبقى اللي حصل ده ايه؟ منطقه تجميع سيوله لاخراج اكبر ناس من السوق قبل الصعود. قبل ايه؟ قبل الصعود. يعني احنا صاعدين اصعد. ايه اللي بيأكد كلامي؟ ناخد شمعة الأسبوع. الديل القوي ده، الديل القوي ده بيؤكد الكلام؟ اه بيؤكد. يعني احنا ان شاء الله متجهين للصعود اه بإذن الله. ناخد الفريم السبعيني، اعتقد على الفريم الاسبوعي في السبعيني مكملين صعود برضه. حصل نفس الفكرة. ادي ده القاع الحقيقي، دي القمة الحقيقية، دي مناطق تجميع سيولة، انزل اسحب سيولتها. كلام منطقي ومتجهين للصعود. يبقى ان شاء الله ال30 يوم السبعيني بداية من الاسبوع الجاي صاعدين. طب وارد الصعود يتأخر؟ اه. بسبب ايه؟ التصعيدات اللي بتحصل حوالينا. يعني مصر بتنقل قواتها على الحدود، ترامب عايز التهجير، ده بيرفض التهجير، ده بيضغط عشان التهجير، طب إعادة الإعمار، طب تسليم الأسرى، طب وكل دي حاجات مصر مشتركة فيها. وكل يوم تطور جديد بشكل مختلف مع رئيس أهوج أهبل زي ترامب. طبعا مش أهبل، إنما هو أهوج واستراتيجية يعني بيتبعها محدش تبعها من قبله، اللي هو التصريحات والكلام الكتير، وخبط هنا وخبط هنا وخبط هنا. اي نعم بيطلع من كل ده بأكبر قدر من المكاسب زيه زي أي رئيس قبله، بس بطريقة مختلفة شوية وجديدة. وعامة الأسواق المالية ما تحبش كده، تحب الهدوء والاستقرار أكتر، فده بيؤدي لتخبط كبير في الأسواق المالية سواء الأمريكية أو المصرية. يعني أي حد آه، متعلق بكلامه، أو أي سوق متعلق بكلام ترامب، ده بيأثر عليه. بس احنا بالنسبة لنا التلاتيني والسبعيني الاتنين في اتجاه صاعد بإذن الله. إعلامي ما بحللوش. ناخد الأسئلة بقى. القاهرة، للزيوت والصابون،
بعد الصعود الكبير طبيعي نجد تصحيح، يعني السعر هيتكون قمم وقاعان زي ما شرحنا قبل كده، بعدين يكسرهم كلهم بهبوط كبير تقدر منه تشتري ويرجع تصعد بيه تاني. الأسئلة مش كتيرة النهاردة، عشان كده حبيت أزود أزود محتوى تعليمي، يعني كل ما الأسئلة تبقى أقل أحب أزود المحتوى التعليمي. كفر الزيات نرى فيها هبوط شوية كمان. شرم دريمز هبوط. برضو اسماعيلية للتطوير هابط. فتنس برايم كل ما معروف أوي، يعني كل مرة تبحث عنه. طب لما انت عارف ان انا كل مرة ببحث عنه ما بلاقيهوش، ما تحط لي الكود يا عم من الأول. خد بالك انت لو كتبتهولي الأسبوع الجاي انا مش هلاقيه برضه، فاكتب الكود. فتنس برايم. في صعود ان شاء الله. فتنس برايم وقف خسارتك اسفل النقطة دي عند الواحد علامة 4، خليها 40، مش شرط 4، 4، 5، وهو ان شاء الله في صعود. راية اتصالات والقلعة ورماس. هي عامة لو راية دي فراية دي هابطة. ناخد راية التانية كمان هابطة برضو. القلعة دي منطقة أهداف فيها ممكن تصحح شوية، لكنها إجمالا صاعدة، لكن ممكن يوم أو 2 3 تلاقيه هو هابطة شوية، حد بقى يلحقها بكركديه ولا حاجة. رماس وعربية حليج. رماس هابطة. أعتقد هي دي إن شاء الله يعني. إن شاء الله صاعدة، صاعدة بإذن الله. الصعيدي العامة صاعدة. رابعة انفست صاعدة. سباير وأوراسكوم استثمار وعامر. سباير صاعدة بإذن الله. أوراسكوم استثمار صاعدة برضه بإذن الله. أعمل جروب هابط.
أبو ظبي. صعد بإذن الله. السي اي بي ما بحل، لا ده مش السي اي بي اللي هو البنك، ماشي. مصرية للاتصالات. يبدو إنه بدأ ياخد اتجاه صعودي، بس محتاجين قوة أكبر تأكد الصعود. ما صعد برضو بإذن الله. وسيدي كرير عنده حركات كويسة، سيدي كرير الفترة الجاية عنده حركات قوية. أرى إن عنده هبوط لمنطقة ما هتبقى أفضل منطقة شرائية ليه، ومنها هيبدأ يتجه للصعود القوي بتاعه. وبس كده نبقى خلصنا. إن شاء الله أسبوع سعيد علينا كلنا. وبنفكر كنا عندنا قناة خاصة بننزل عليها توصيات وإدارة محافظ للي حابب. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.